بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح لكم النهاردة طريقة تنظيف الشيش، لأن في ناس بترمي عليه مية ويرجع يقشر ويبوظ. نوريكم الطريقة الصحيحة للتنظيف. نعرف شايفين كده الشيش معانا بايظ خالص اهوت، والشقة كانت مقفولة من سنة، وهنبدأ ننضف فيه بقى. اول حاجه بنبدا بقى ننضف التراب الاول من الشباك. بنبدا بقى نجيب قماشه مبلوله ميه، ونبدا بقى نمشيها على الظرف كلها كده. هنسيبها دقيقتين بس تنشف، ونبدا بقى ننضف فيهم. بعد دقيقتين هنبدا بقى نجيب القماشه ونبدا ندعك بقى كويس عشان تطلع معانا بسهوله. وده شكله في الاخر بعد ما نضف. معرفش شايفين كده. طبعا قماشه مبلوله ميه افضل كتير من ان ترمي عليه ميه وتبوظه ويقشر معاك بعد كده. معرفش شايفين كده. ده اسهل طريقه لتنظيف الشيش الخشب والازاز. ولو عندك بيبان برضو بنفس الطريقه كده، حتى لو مدهونه لاكيه او قسطر. كان معكم حسام القصاص من قناه ادهم بيتك بنفسك. ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.